على الحليم القليل الذي يعانون بالامراض وهم في الفراش اللي تثبت لهم اثر هذا القمع اللي تعرض به الولد ديالهم يعني ابنهم بهذا الشيء هذا بهذه التهديدات اللي كيكون به القمع اللي كيكون هذا النظام هذا اثر الولد ديالهم هدو خوف تضيع عليه كامل. علاش؟ لان ما فهمتش هذا الشيء هذا اللي كيعملوا هذا النظام هذا ما فهمتش. طلعوا معاه في الكار هزوه نزل طلعوا به الطويل صدوا به اتجاه جول لمدة تحية نضالية مجددا لكافة المناضلين والمناضلات الجمعية الوطنية لحامل الشهادات وتواجدي هنا كأخ المعتقل السياسي المناضل الشريف الذي يناضل من أجل كافة أولاد الشعب من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومن أجل التشغيل ويبلغ التحية لكافة المناضلين والمناضلات حركة 20 فبراير ومناضلي الجمعية الوطنية لحامل الشهادات المغرب. وقد ألمني كثيرا الحدث الأليم الذي وقع يوم السبت في بني ملال الذي تسبب في كسور أحد المعطلين والمعطلات وكان وراء هذا الحدث الذي كان وراء العدالة والتنمية نسبوا هذه الشهادات وكنقول لهم العار أولاد الشعب ما بغاوش ماشي باغيين القمع ماشي باغيين الضرب ولا الجرح ولا الكسر ولا هاد المسائل بحال هاد الشيء هذا. ولاد الشعب باغيين الشعور وباغيين الحريه وباغيين الكرامه وباغيين حقهم في هاد الدوله هذه. ما باغيينش هاد القمع وما باغيينش هاد المسائل بحال الشيء هذا. لا قتل لا اله